قصة منى فندي ابتدت بحلم شابة صوتها حلو إن هي تكون مطربة مشهورة، وانتهت بجريمة قتل بشعة لسياسي مشهور. في ماليزيا، ويوم 1 يناير سنة 1956 اتولدت مازنة إسماعيل. مازنة من وهي طفلة بتحب الفن والغنى والرقص. كانت مشتركة في فريق الباليه المائي، وكانت بتغني في كل الحفلات والمناسبات، وكل اللي كان بيسمعها كان بيقولها ان صوتها حلو وبينصحها تحترف الغنى. كان حلم حياتها ان هي تكون مطربة مشهورة، واللي حواليها كلهم تنبأوا ان هي هتنجح، لان هي بدأت من وهي صغيرة، من وهي طفلة، وكمان كان صوتها كويس. وفعلا قدرت ان هي تحترف الغنى وتعمل لنفسها انتشار، لكن عمرها ما قدرت تنجح ولا تكون مشهورة. رغم صوتها ورغم الانتشار، مازنة ما كانش عندها قبول، وده كان بيدخلها باستمرار في حالات اكتئاب، وكانت معلقة كل حياتها على حلم الشهرة، لغاية ما بقت تقريبا في أوائل الثلاثينات من عمرها. وقتها اتعرفت على محمد فندي. محمد فندي كان واحد من معجبينها، أصغر منها بسنة، رجل أعمال مرتاح ماديا. محمد فندي حبها وعرض عليها الجواز، ووعدها ان هي لو وافقت هيساعدها في تحقيق حلمها، وهينتج لها أول ألبوم ليها. وأول ما اتجوزوا، محمد فندي فعلا حقق كل وعوده. اختار لها الاسم الفني، وبقت مازنة اسماعيل منى فندي، وأنتج لها أول ألبوم ليها، ألبوم كبير باسم ديانا، وصرف عليه مبلغ كبير على الإنتاج وعلى الدعاية، وكمان صور لها واحدة من الأغاني. لكن رغم كل ده، الألبوم برضو منجحش، ومنى فندي ما حققتش حلمها، ولا بقت ناجحة ولا مغنية مشهورة. وبعد أكتر من محاولة إنها تكون مغنية مشهورة وكلهم فشلوا، دخلت منى في حالة اكتئاب. محمد فندي كان عنده مساعد اسمه جرايمي حسن، وفي يوم وهو قاعد مع جرايمي حسن بيشتكيله إنه مش عارف يخرج مراته منى من حالة الاكتئاب، ومش عارف يعمل ايه عشان تبقى سعيدة، جرايمي نصحه أوحش نصيحة. قاله إن مفيش غير حل واحد، إنك تروح لواحد من السحرة الكبار يعمل لها سحر يخليها تنجح في الغنى وتبقى مبسوطة. دول جنوب شرق آسيا واللي منهم ماليزيا للأسف معروفة بانتشار السحر الأسود فيها من وقتها ولغاية دلوقتي. محمد فندي طلب من المساعد بتاعه جرايمي إنه يدور له على واحد من أكبر وأغلى السحرة اللي موجودين في البلد، وفعلا حدد له ميعاد، وخد منى فندي وراحوا عند الساحر. في اليوم ده اتغيرت حياة منى فندي ومحمد فندي، وحياة كمان الناس اللي عرفوهم ووقعوا في طريقهم. في اليوم ده هما موجودين عند الساحر، اتفاجئوا بيه بيقول لهم انه مش عايز يعمل لها سحر عشان تغني وتكون مشهورة، وانه شايف ان هي تقدر تكون مكانه وتقدر تكون ساحرة كويسة، وانه يحب يعلمها السحر ويعلمها ازاي تسخر الشياطين عشان تخدم السحر ده. وافقت منى فندي ودفعت له فلوس عشان يعلمها السحر، ده غير كتب الطلاسم اللي كانت بتشتريها عشان تعرف تتقن الموضوع. ونجحت منى فندي في موضوع السحر، واشتهرت وبدأ يكون عندها زباين كتير، لدرجة ان جوزها والمساعد بتاعه اشتغلوا معاها وفتحوا مركز للعلاج الروحاني، وغالبا دي حاجة مش ممنوعة هناك. المهم ان هي كان بيجيلها ناس من كل المستويات، ومن اصغر المشاكل لاكبر المشاكل، ودخلهم المادي بقى كبير جدا، لدرجة ان هما اشتروا اكتر من قصر، ده غير احدث العربيات والسفر والحياة المرفهة الجديدة عليهم. منى جاية من أسرة فقيرة جدا، ومحمد فندي كان شخص مرتاح ماديا، بس ما كانش عايش الغنى الجامد اللي بيكسبوه من السحر، وده اللي خلاه هو والمساعد بتاعه يتفرغوا تماما ويسيبوا كل أشغالهم ويشتغلوا مع منى. لما اتسأل محمد فندي بعد كده ايه اللي خلاه يروح لشغلة زي دي تغضب ربنا ورزقها مش حلال، مع انه كان عنده شغل مكفيه، اتحجج انه كان بيخاف لان منى كانت بتتحالف مع الشياطين والجن، وقال ان هو لاحظ ان ملامحها نفسها اتغيرت وبقت شيطانية. منى رغم كل القصور اللي عندها، معظم الوقت ما كانتش بتعرف تنام فيهم، وكانت بتحجز في فنادق فخمة عشان تبات فيها. المهم في الوقت ده
وبعد ما اتعرفت أكتر منى فندي وبقى عندها زباين من المشاهير والفنانين والسياسيين من جوه ماليزيا وكمان بيجولها من بلاد تانية، كانوا بيبقوا خايفين إن حد يشوفهم وهم داخلين أو خارجين من عندها، وطلبوا منها إنها تشوف لهم حل يضمن لهم الخصوصية. فقررت بقى إن هي توسع الشغل بتاعها، فنقلت على قصر كبير وعملت فيه سراديب وغرف سرية تخلي الناس تقدر تدخله وتخرج منه من غير لحد يشوفها ولا يحس بيها. وفي سنة 1993 جالها تليفون من شخصية سياسية معروفة، ماسلين إدريس. كان رجل سياسي معروف غني، عضو في البرلمان، والمفروض انه متعلم كويس ودارس في الولايات المتحدة الأمريكية. اتصل بيها يطلب مساعدتها لأنه عنده كل حاجة ما عدا حلم مش عارف يحققه، نفسه يبقى رئيس ماليزيا. وفي أول مقابلة ليه مع منى قالت له إن عندها الحل، والحل كان في قبعة سوكارنو. سوكارنو كان أول رئيس لإندونيسيا بعد استقلالها من الاحتلال، كان مناضل محبوب وفترة حكمه مشهورة، وهو السبب في استقلال إندونيسيا من الاحتلال. وادعت منى إن كل ده كان بسبب قبعة مسحورة ومقري عليها طلاسم واللي ما كانش بيقلعها أبدا من راسه. قالت له منى إن القبعة المسحورة موجودة عندها، وإن هي بمجرد ما تعمل له جلسة روحانية وتديله القبعة هيحكم ماليزيا وهيكون حكم مميز. اتفق معاهم مازلن إدريس إنه هيديهم في مقابل القبعة والجلسة مبلغ كبير 2.5 مليون رينجت، يعني ما يعادل تقريبا وقتها في أوائل التسعينات $1,000,000. ده غير قطعة أرض غالية، وقبل الجلسة دفع لهم نص المبلغ وعقد قطعة الأرض. وفي يوم 2 يوليو طلبت منه منى إنه يجي القصر، وحذرته إنه يقول لأي حد من أهله وإلا الجلسة هتبوظ. وفي يوم 2 يوليو راح القصر ودخل من السراديب للغرفة السرية، استقبلوه كلهم، وعلى سرير متجهز بالورود طلبت منه منى إنه ينام بعد ما لبس القبعة المسحورة ويغمض عينيه ويتخيل إنه نازل عليه كنوز من السماء. وغمض عينيه وبدأ يتخيل ونزل عليه فاس فصل راسه عن جسمه على ايد جرايمي حسن، واتقطعت جثته بطريقة معينة ل18 قطعة. وببيت تحت الإنشاء قريب من القصر اتحفر حفرة كبيرة اتحطت فيها الأشلاء وتصب عليهم أسمنت. طيب ليه عملت كده؟ منى قالت لمحمد فندي وجرايمي حسن إن هي ما قدرتش تسحر القبعة، وإن طلب منها إن هي تقدم قربان للشيطان وإن هي تقتل بني آدم، وكان من ضمن الطقوس إن هما يقطعوا جثته بالطريقة دي. ولما بعد كده ما لقوش أجزاء من الجثة المدفونة طلعت إشاعات إن هي أكلت منها ضمن للطقوس الشيطانية، لكن الواقعي أكتر إن هي غالبا طمعت في الفلوس اللي هو اداهالها، وكانت عارفة إنها مش هتقدر تحقق له حلمه وخايفة من نفوذه، فقررت تتخلص منه. وتاني يوم اتقلبت الدنيا على مازلن إدريس، محدش عارف هو فين ولا حد عارف أي حاجة عن آخر يوم كان موجود فيه. وفي الوقت ده في التسعينات كان التتبع صعب ومفيش أي خيط يوصلهم ليه. في الوقت اللي كانوا قلبين الدنيا فيه على إدريس في كل مكان ومحدش لاقيله أثر، منى وجوزها والمساعد بتاعهم سافروا برا. هي عملت عمليات تجميل واشترت مجوهرات ولبس وأحدث ماركات العربيات وقتها، ورجعت غيرت كل القصر بتاعها بكل العفش بتاعه. كانت عايشة مبسوطة جدا ولا كأن في حاجة حصلت، لغاية ما في يوم من الأيام البوليس وقف جرايمي حسن لأنه كان عامل مخالفة مرور، بس هو اعتقد إنهم عرفوا حاجة عن الجريمة، فبان عليه الرعب والارتباك. لما لاحظوا إن هو شكله عامل عملة بدأوا يضغطوا عليه لغاية ما فعلا اعترف بالجريمة ووراهم كمان مكان إدريس، واتقبض عليهم في مشهد صادم للبلد كلها وتقدموا للمحاكمة. والمحاكمة استمرت أكتر من شهرين. منى فندي في الوقت المحاكمة كانت بتتصرف بطريقة غريبة جدا، كانت بتتصرف وكأنها أخيرا بقت مشهورة، وكانت بتحب الكاميرات تصورها وتحب تبص لهم، وكانت بتعامل كل الناس اللي حواليها واللي بيتفرجوا عليها والصحفيين كأنهم الجمهور بتاعها. وكل مرة تروح المحكمة تروح وهي لابسة شيك جدا ومبسوطة وبتبص للناس وبتشكرهم على وجودهم. في سنة 1995 بدأت المحاكمة وانتهت بالحكم بالإعدام على منى فندي ومحمد فندي وجرايمي حسن بتهمة قتل مازلان إدريس.
واتقال إن في 5 جرائم اختفاء تانية منسوبة ليهم، لكن ما كانش في أدلة كفاية عليهم. منى كانت بتتصرف أحيانا تصرفات غريبة وقت المحاكمة، يعني تحاول تغني والمحاكمة شغالة، أو تدعي مثلا إن هي من العيلة المالكة، لكن كل ده ما نفعهاش وقدمت نقض مرتين، وفي المرتين اتأكد حكم الإعدام، واتنفذ حكم الإعدام فيهم ال3 في سنة 2001. وآخر كلمة قالتها منى فندي قبل الإعدام: أنا مش بموت أبدا. وبعدها الصحافة كتبت إن جيران منى بلغوا البوليس أكتر من مرة لأنهم بيسمعوها بتغني في القصر بتاعها، ونفس الموضوع حصل في السجن اللي كانت مسجونة فيه في كاجان. لكن محدش أكد إذا كان البلاغات دي فعلا حصلت ولا كلام صحافة يزودوا بيه بس المبيعات. قصر منى فندي موجود ومفتوح كمزار سياحي لغاية دلوقت، ودايما إشاعات حواليه إن اللي بيدخلوا ممكن يسمع صوتها وهي بتغني. استخدموا قصتها عشان يحذروا الناس من الجري ورا السحرة والدجالين، واتعمل كتاب عن السحر اللي كانت بتستخدمه، وفيلم عن قصة حياتها.